دلوقتي هندخل على حاجة مهمة جدا، وهي الاوكشن انسايتس والاد رانك والكلام ده كله. جوجل بعد ما عرف يحدد المنافسين دول بناء على الكلمات المفتاحية دي، بيبدأ يشوف كل واحد في المنافسين دول ايه البيد اللي هيدفعه او المبلغ اللي مستعد يدفعه، الماكس سي بي سي المستعد يدفعه، والكواليتي سكور بتاعه، وده هنشرحه كمان شوية. بعد ما بيعرف الكلام ده كله بيبدأ يدي زي اد رانك كده او ترتيب، بيشوف مين اللي هيظهر الاول، والمعادلة دي كده اسمها اد رانك. طيب، دلوقتي هنشرح مع بعض يعني ايه اد رانك. الكلمة اللي شغالين نشرحها من الصبح ان جوجل بيديها للمعلنين وبيديها عبارة عن نسبة معينة، واللي بيجيب اعلى اد رانك هو اللي بيفوز. الاد رانك بالتفصيل هو الرقم اللي بيحدد ترتيبك وسط المنافسين في المزاد، وبتحدد عليه عوامل مهمة زي هل الاعلان هيظهر اصلا ولا مش هيظهر، ولو ظهر هيظهر قبل المنافس ولا بعد المنافس. والادرنك ده ليه معادله اساسيه ومهم جدا تكون عارفها، اللي هي الماكس سي بي سي والكواليتي سكور بتاعك. هي عباره عن كده، بيضرب الاثنين في بعض وبيديك الادرنك بتاعك. طيب، احنا فهمنا اول حاجه الماكس سي بي سي او المبلغ، اقصى مبلغ انا مستعد ادفعه. تعالوا نفهم مع بعض يعني ايه كواليتي سكور. احنا دلوقتي قلنا كواليتي سكور. يعني ايه كواليتي سكور؟ الكواليتي سكور هو تقييم جوجل من 1 ل 10 لجوده اعلانك بالنسبه للكلمات المفتاحيه اللي انت بتستهدفها، وبتكون عباره عن 3 عناصر رئيسيه. يعني جوجل بيديك تقييم من 1 ل 10 على كل كلمة مفتاحية بتكون ضايفها عندك ومستهدفها. والكلمة المفتاحية دي اللي بيحدد القيم أو الأرقام بتاعتها دي 3 عوامل رئيسية جدا. أول حاجة الإكسبكتد سي تي آر، وتاني حاجة الأد ريليفنس، وتالت حاجة اللاندنج ايمج اكسبيرينس. يعني إيه الكلام ده يا عبد الرحمن؟ هنشرحهم دلوقتي بالتفصيل. أول حاجة تعالوا نشرح مع بعض كأن أنا ضايف كلمة أديداس أو كوتشي، تمام، أو تي شيرت. أنا ضايف كلمة تي شيرت. الاكسبكتد سي تي ار، جوجل دي حسبه بيحسبها كده، او نسبه النقر المتوقعه على الكلمه المفتاحيه دي. جوجل بيحسبها بناء على الهيستوريكال داتا اللي عندك، وازاي انت بتجيب السي تي ار بتاعك، وكام السي تي ار المتوسط بتاعك على الكلمه المفتاحيه دي لو هي شغاله عندك اصلا. تمام. الحاجه الثانيه جوجل بيجيبها بناء على عده عوامل عنده هو عارفها، اكيد هو ماشين ليرنينج اقوى مني واقوى منك كمعلن. فبيبدا يجيب الكلمه دي اصلا عليها اكسبكتد سي تي ار قد ايه، ويبدا يديك نسبه متوقعه. بعد كده بيجي على تاني خيار اسمه الاد ريليفنس. الاد ريليفنس في الاد ريليفنس دوت او في مدى صله الاعلان. هنا جوجل بيقيم فعلا هل الاعلان ده مرتبط بالكلمات المفتاحيه اللي انت عاملها. بمعنى، انت ضايف كلمه تيشيرت، تمام، في كلمات مفتاحيه. هل انت ضايف كلمه تيشيرت كمان في الكونتنت بتاعك اللي انت كاتبه في جوجل ادز؟ هل انت ضايف في الديسكربشن كده؟ هل انت ضايف الاكستنشنز كده؟ الحاجات دي كلها بتقوي الاد ريليفنس عندك. الحاجه الثالثه هي اللاندنج بيج اكسبيرينس. وهنا هل الموقع اللي بيزوره العميل اصلا سريع ولا لا؟ وهل له علاقه بالكلام اللي انا شغال فيه، ولا انا بحولهم على موقع مختلف تماما عن اللي انا بتكلم عنه؟ وهل اليوزر اكسبيرينس او تجربه العميل حلوه، وهل العميل بيلاقي فعلا اللي هو محتاجه ولا بيخرج بسرعه، والكلام ده كله. طبعا جوجل بياخد كل العوامل دي في الحسبان اصلا. طيب، دلوقتي هندخل على جوجل ادز ونفهم الكلام ده بشرح عملي، وازاي تشوف اصلا الكواليتي سكور بتاعك في جوجل ادز. اول حاجه انا دخلت على جوجل ادز بالشكل الطبيعي، وبعدين دخلت على التايب بتاعت او التابه بتاعت الكامبينز، وبعدين دخلت على الكي ووردز. طيب، ده اكونت جديد فمش هلاقي عليه داتا كتير، لان انا اصلا الاكونت جديد ومشغل عليه معظم الكامبينز عنده، او الكامبينز اللي فيه ستاندرد شوبينج. بس هوريكم كده الكلام ده بنجيبه ازاي. اول حاجه الكواليتي سكور، انت هتدخل هنا وما لقيتش الكلام ده في الكلمات المفتاحيه عندك، هتيجي تدوس هنا على الكولمز او الاعمده، وتيجي تعدل كده، وتيجي تعدل كده، وبعدين هتلاقي تحت عندك مترك اسمه الكواليتي سكور اهو. تمام. هتحدد الكواليتي سكور، اكسبكت سي تي ار، واللاندنج بيج اكسبيرينس، والاد ريليفنس. طبعا الحاجات دي اللي هي الهيستوريكال، يعني لو انت عاوز تقارن مثلا باللي فات والحالي والكلام ده كله. بس احنا دلوقتي هنكتفي بالكلام ده عشان نكون فاهمين الدنيا ماشيه ازاي. طيب، وبعد كده المفروض ان انت هيظهر عندك هنا الكواليتي سكور واللاندنج بيج اكسبيرينس والاكسبكتد سي تي ار والاد ريليفنس. الكواليتي سكور زي ما احنا قلنا الرقم المجمل اللي جوجل بيديهولك لكل كلمه مفتاحيه من 10. يعني مثلا هنا في كلمات جوجل مديني عليها 5 من 10، وفي كلمه مديني 3 من 10، وفي كلمه 1 من 10، وفي كلمه 3 من 10. طب ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا في كلمات مفتاحيه انا ضايع فيها فعلا، ومحتاج افهم ليه الكلمات المفتاحيه انا ضايع فيها. لان احنا زي ما قلنا الكواليتي سكور بيأثر على الاد رانك، والاد رانك بالتالي هيصعب عليك المنافسه، وهيخليك تجيب السي بي سي بسعر عالي جدا، وبالتالي هتلاقي الرؤاز اتضرب عندك. فمهم جدا تحسن الكلام ده كله. يعني انا شايف ان احنا ضايعين جدا في الكلام ده، في البراند ده او بالتحديد. يعني مثلا كلمه زي علاج حب الشباب، تعالوا نشوف احنا واقعين ليه فيها في الكواليتي سكور. فاحنا هنا بيدينا شويه تفاصيل حلوه. طب تعالوا نشوف كده احنا في اللاندنج بيج اكسبيرينس احنا عاملين ايه. بصوا، بلو افريج، ان النسب اللي بيديها لك جوجل ابوف افريج، افريج بلو افريج، يعني متوسط افريج، بلو افريج تحت المتوسط، ابوف افريج فوق المتوسط. طيب، انا في اللاندنج بيج اكسبيرينس بلو افريج تحت المتوسط، يبقى انا مشكلتي هنا بنسبه كبيره جدا في اللي هي اللاندنج بيج اكسبيرينس. تجربه العميل في الصفحه عندي مش حلوه، الموقع بطيء، في حاجه لازم احلها.
زي ما احنا قلنا من شويه، ممكن يكون الويب سايت مش كويس، الصفحه بطيئه، مفيش سي تي اي، ملهوش علاقه بالكلام اللي انا بقوله، او مفيش في الموقع كلمه علاج حب شباب في اللاندنج بيج اللي انا بحول عليها العميل. فانا مهم جدا هشتغل على الكلام ده. طبعا احنا شغالين عليه بالفعل. فهنا اكتشفنا ان احنا في مشكله عندنا في اللاندنج بيج اكسبيرينس. تعالوا نروح للنقطه الثانيه في الاكسبكت سي تي ار. انا شايفه ان هو افريج، مش مشكله كبيره قوي بصراحه، حاجه كويسه، بس انا ممكن العب عليه، ان انا العب في الكونتنت نفسه واحسنه اكتر كمان. بعد كده معايا الاد ريليفنس، او مدى صله الكلمه المفتاحيه دي بالاعلان. انا شايفها ابوف افريج، وده معناه ان احنا مستخدمين الكلمه دي في الاعلان بتاعنا بشكل كويس، وجوجل مقيمنا احسن حاجه فيها. تعالوا ناخد حاجه تاني، مثلا الاد ريليفنس بتاعنا ضعيف. يعني بصوا، انا هنا عندي الاد ريليفنس في كل حاجه بيلو افريج، بس تعالوا ناخد الكيس دي مثلا في الاد ريليفنس في كلمه تقشير الجسم دي، عشان احنا بنبيع كوزماتكس، منتجات كوزماتكس، فاحنا واخدين بلو افريج في الاد ريليفنس. ده معناه ان انا مش مستخدم الكلمه دي في الكونتنت بتاعي، في المحتوى اللي انا عامل بيه الادز وكده، في الهيدلاين والديسكربشن والحاجات دي كلها. فعشان كده جوجل اداني بلو افريج او تحت المتوسط. نفس الكلام على اكسبكت سي تي ار. الكلمه المفتاحيه دي اصلا ما لهاش هيستوريكال داتا كويس عندي في الاكونت، وفي نفس الوقت جوجل ما توقعش ان انا هجيب عليها سي تي ار قوي. الحاجه الثالثه برضو نفس الكلام في اللاندنج بيج اكسبيرينس. اللاندنج بيج اكسبيرينس ضايعه، ان انا مش مستخدم الكلمه دي في اللاندنج بيج بتاعتي. الويب سايت عندي ضعيف، الويب سايت بطيء، الحاجات دي كلها بتاثر جدا. وانا شايف في حاجه مشتركه جدا في الكلام ده كله، اللي هي اللاندنج بيج اكسبيرينس. اللاندنج بيج ضعيفه ومحتاجين نشتغل على تحسينها. طيب انا عرفتكم احنا منين نجيب الكلام ده كله. فانت بتدخل بنفس الشكل ده، وبتبدا تراجع الكلمات المفتاحيه اللي عندك، وتشوف الكلمات اللي الكواليتي سكور بتاعها ضعيف، وتدخل على تحسنها ازاي. شوفها نقطه الضعف بتاعتها فين، وابدا حسنها. لقيت مثلا في اللاندنج بيج اكسبيرينس، روح على الويب سايت عندك واعمل له تحليل السبيد نفسها او السرعه. خد اليو ار ال بتاعك وروح على موقع زي تحليل السرعه في جوجل اسمه جوجل سبيد، وحط الويب سايت بتاعك اللينك بتاعه، وهيديك التحليل، وهيقول لك الويب سايت بتاعك كويس فيه ووحش فيه والكلام ده كله. تبدا بقى تودي الكلام ده لاس اي تكنيكال، او حد تكنيكال فاهم يحل لك المشكله دي. وتبدا كمان تظبط الكلام ده، وتبدا تضيف كلمه علاج حب الشباب في اللاندنج بيج انت بتحول عليها، والكلام ده كله عشان جوجل يديها تقييم اعلى. طب لو لقيت اكسبكت سي تي ار فيه مشكله، ابدا يلعب على شويه حاجات مهمه جدا، زي انك تحسن المحتوى اللي انت كاتبه، زي عشان تزود بالتالي السي تي ار، زي انك تستخدم شويه تكتيكات هنتعلمها دلوقتي احنا وبنكتب محتوى بشكل سريع جدا في الادز نفسها. طب لو لقيت مشكله في الاد ريليفنس، ادخل على الكونتنت اللي انت كاتبه وحسنه بشكل اقوى، بمعنى انك تضيف الكلمه دي كتير وتستخدمها باكتر من سيناريو، علشان جوجل يبدا يحس ان في صله اصلا بالكلمه دي بالاعلان بتاعك. دلوقتي احنا فهمنا خلاص الكواليتي سكور عباره عن ايه. دلوقتي تعالوا ندخل على حاجه تاني مهمه، وهي الاد رانك. الاد رانك هنفهم ازاي بيتحسب زي ما احنا قلنا من شويه. الاد رانك، تعالوا نتخيل ان احنا عندنا اكتر من ادفرتايزر او معلن. ادفرتايزر ايه او معلن ايه وبي وسي. اول واحد اللي هو المعلن الاول بيدفع $3 للكليك، تمام، الماكس بيد. الثاني بيدفع 6، الثالث بيدفع 4. خلوا بالكم من الكلام ده. اول واحد هو اقل واحد بيدفع $3 بس. طب تعالوا نبص كده على الكواليتي سكور، النسبه اللي انا بصيت فيها من شويه عشان اعرفكم ايه اهميه الكواليتي سكور. بصوا، اول معلن جايب كواليتي سكور 10، يعني مقفل، جايب في كل حاجه حلو. فبالتالي جوجل ضرب الاثنين في بعض، اللي هي البيد $3 في ال10 اداله اد رانك 30. طب الثاني رقم سي او رقم بي سوري، جايب بيدفع $6 للبيد، بس الكواليتي سكور بتاعه 4، زي الكلمه المفتوحه اللي احنا شفناها من شويه، فالاثنين بيتضربوا في بعض، 4 في 6 ب24، فده اد رانك 24. طب رقم سي جاب الماكس بيد بتاعه اللي مستعد يدفعه $4، والكواليتي سكور بتاعه الحالي 5، فهو 5 من 10، فهو ضرب الاثنين في بعض اداله 20. فهنا اعلى واحد مين يا ترى؟ اعلى واحد في الاد رانك هو المعلن ايه، اللي بيدفع بالمناسبه اقل واحد. فده هنتايه كده صغيره، ما تفتكرش ان المبلغ الكبير اللي انت تدفعه هو اللي هيخليك تفوز بالمزاد، او هو اللي هيخليك تفوز بالاد رانك بتاع جوجل وتاخد ترتيب اعلى. لا، الكواليتي سكور بصراحه اكتر حاجه احنا ممكن نتحكم فيها ونلعب فيها ونخليها اقوى حاجه. فدي اكتر حاجه احنا ممكن نستغلها عشان نزود الاد رانك بتاعنا، وبالتالي نظهر في اعلانات جوجل ادز ونتفوق على المنافسين بتوعنا. واحنا دلوقتي اتكلمنا عن ازاي نمبروف الكواليتي سكور بتاعنا، ان احنا مثلا لو السي تي ار نكتب هيدلاينز قويه مع سي تي اس قويه عشان نحسن الكليكس اللي هتحصل او السي تي ار. ونستخدم حاجه كده في جوجل ادز اسمها الانسريشن او الكيورد انسريشن، هوريها لكم دلوقتي. ونتست كمان مالتيبلز كونتنت ومالتيبلز ادز والحاجات دي كلها، عشان نحسن الاد ريليفنس زي ما احنا شرحنا من شويه، تخلي الاد جروبز تقسمها بالسيمز، وكمان تحسن حته الهيدلاينز والديسكريبشنز زي ما احنا قلنا، تخلي نفس الكلمه المفتاحيه تضيفها في الكونتنت او الهيدلاينز والديسكريبشن. ولاندنج بيج اكسبيرينس تحسن حته السرعه بتاعت الويب سايت، وسبيشالي للتليفون يعني، وتخليها قويه، وتحسن كمان اليوزر اكسبيرينس اللي بيواجهها العميل او تجربه العميل في الويب سايت بتاعك.
وتضمن الكلمه دي برضو في الويب سايت بتاعك. وزي ما احنا قلنا، افتكر ان الكواليتي سكور العالي بيديك بالتالي سي بي سي اقل وبيتر اد بوزيشن، او البوزيشن بتاعك بيكون افضل في الاعلانات مقارنه بالمنافسين بتوعك، فبالتالي بتظهر، فبالتالي بتبيع، فبالتالي الرأس بتاعك بيبقى حلو. هو ما بتكونش دافع حاجه زياده حرفيا. يعني احنا بصينا دلوقتي، يعني احنا دلوقتي بصينا على المعلن ايه اللي هو دافع اقل واحد فيهم، هو اللي جايب اعلى اد رانك وهو اللي ظاهر، فبالتالي الراجل ده هو اللي بيبيع اكتر.